الرول تيبل. الرول تيبل جدول المقاسات، او بمعنى بسيط جدا هي الخريطه او المسار اللي بحدد بيها البرنامج جيربر الباترون اللي انا رسمته ده هيتدرج على اساس ايه. انا برسم عينه مقاس لارج، جيربر عايز يفهم مني انت عايز تعمل منها مقاسات ايه في الجريدنج في التدريج، فبقول له والله انا هصغر عن اللارج مقاس ميديوم وهطلع فوقه اكس و2 اكس، يبقى انا بحدد له المسار التدريجي اللي هيمشي فيه لما اجي ادرج الباترون بتاعي. ده باختصار معنى الرول تيبل. يبقى هي الخريطه او الجي بي اس بتاعت التدريج اللي انا بعرف بيها البرنامج انا هدرج باتروني على اي اساس، اكبر قد ايه مقاس واصغر قد ايه مقاس تحت البيزك سايز العينه. عندي نوعين من المقاسات، مقاسات رقميه ومقاسات ابجديه. يعني ايه؟ يعني عندي مقاسات 2 4 6 8 للاطفال، وعندي 40 42 44 دي مقاسات رقميه اسمها نيومريك سايز، وعندي مقاسات ابجديه اللي هي سمول ميديوم لارج اكس دي اسمها الفا نيومريك. تمام؟ طيب عشان انشئ جدول المقاسات اللي انا اخدته من العميل، ما هو العميل لما قعد معايا قال لي يا باشمهندس انا هعمل التيشيرت ده او السويت شيرت ده من سمول لحد 4 اكس. طيب انت محتاج عينه صح في الاول، اوكي مقاس كام؟ قال لي اعمل لي عينه مقاس لارج، فلازم اعمل رول تيبل بيزك سايز او مقاس العينه فيها لارج، وهو العميل بعد كده لما هيديني اوكي العينه هيدرج الباترون بتاعه ده من سمول لحد 3 اكس. اوكي، فهاجي هنا في الحته البيضه دي اضغط كليك يمين واقول له نيو، تمام كده، واقول له رول تيبل. لما اقول له نيو السهم ده هيفتح لي ايقونه كمان اختار منها رول تيبل اهو. طيب كومنتس، لو انت عايز تكتب اي بيانات ليك اكتبها هنا. طيب هنا سايز نيم، انت هتشتغل مقاسات رقميه ولا ابجديه؟ هنعمل دي وهنعمل دي. يومرك هقول له والله انا هشتغل ارقام. طيب مقاس العينه بيزك سايز، وده مهم جدا. مهم في ايه يا باشمهندس؟ ان ده المقاس اللي هروح ارسمه على البي دي اس. بيزك سايز هقول له والله العميل طالب مني لارج، يبقى اذا انا هبدا بالفا نيومريك الاول اهو. لما هدوس الفا نيومريك لو خدتوا بالكم معايا هلاقي في حاجه اسمها سايز ستيب، الخطوات بين كل مقاس ومقاس، او هنط كام درجه بين كل مقاس ومقاس. في النيومريك السايز ستيب تبقى منوره معايا، لما اختار الفا نيومريك هتطفي معايا كده. تمام؟ فهنبدا بالالفا نيومريك الاول. بيزك سايز اقول له مقاس لارج مقاس العميل. سمولست سايز اصغر مقاس عندي كام؟ العميل طالب ان هو يدرج السويتشيرت ده من سمول، يبقى اصغر مقاس سمول. وهمشي هنا بالترتيب تباعا بقى، بعد كده ميديوم، بعد كده لارج، بعد كده اكس لارج، بعد كده 2 اكس لارج، وهكذا. ده بيشيل معايا حوالي حاجه و20 مقاس تقريبا 3 اكس لارج اهو زي ما العميل طالب. خلاص، وهاجي هنا هقول له سيف. فلما اجي اسيف انا بحب دايما اسيف الرول تيبل بنفس محتوى المقاسات بتاعتها. يعني كنت بروح مصانع عبايات مثلا الاقيه كاتب لي هايدي، مين هايدي دي؟ لازم افتح الرول تيبل عشان اعرف مقاساتها ايه. طيب فانا هقول له والله اصغر مقاس عندي السمول، واعمل شرطه شرطتين كده جنب بعض. تمام، اقول له مقاس العينه لارج، شرطتين 3 جنب بعض، اكبر مقاس عندي 3 اكس لارج اهو، واقول له سيف. لما هروح للستورج اريا بتاعتي كده اهو هلاقي ان الرول تيبل معموله اهي سمول لحد 3 اكس ومقاس البيزك سايز او العينه لارج. يبقى انت هنا لما هترسم الباترون وتعمل اساين رول تيبل زي ما شرحت لكم قبل كده في قائمه جريد، هتختار الباترون الرول تيبل دي فيقول لي يديني كونفيرم على ان العينه اللي انت راسمها دي مقاس لارج. طيب عايز اروح اعمل رول تيبل رقميه بقى، كليك يمين واقول له نيو واختار رول تيبل. هاجي بالكومنتس هسيبها فاضيه، هقول له نيومريك البيزك سايز عندي مقاس كام؟ هقول له مقاس 44. طيب سايز ستيب انت هتنط بين كل مقاس ومقاس كام؟ 2. ما انا همشي 40 42 44 46 بين كل مقاس ومقاس 2، يبقى 2. تمام سوري اهو. هاجي هنا سمول سايز همشي بالترتيب، اصغر مقاس عندك كام؟ والله العميل طالب ان العينه مقاس 44 وهو هيبدا يقص من اول 38 وبعد كده همشي 40. تمام، 42 44 46 زي ما انت عايز، 48 هنعمل لحد 50 مثلا اهو. بعد كده هقول له سيف واجي هنا اقول له اصغر مقاس عندي 38 كذا شرطه جنب بعض كده
مقاس العينة عندي 44، كذا شرطة جنب بعض، أكبر مقاس عندي 50. تمام كده أهو سيف. نفس القصة لو أنا هعمل أطفالي نعملها سريعا برضو. بيزك سايز أقول له مقاس الولد ابني مثلا 8، هنط درجتين، أصغر مقاس أنا عايزه في الأطفالي وليكن 2 أهو، وهاجي أمسح كل الكلام ده كله. المقاس اللي بعد 2 4، همشي بالترتيب 6، بعد كده 8، بعد كده 10، بعد كده 12، بعد كده 14، بعد كده 16، بعد كده 18. يبقى انا عملت ايه؟ اطفالي من اول 2 لحد 18، والعينة عندي مقاس 8. هقول له سيف از، همسح القديم ده، وهقول له اصغر مقاس عندي 2، كذا شرطة جنب بعض كده، مقاس العينة 8، كذا شرطة جنب بعض كده، اكبر مقاس 18. هيفهم ايه جيربر؟ انا هروح ارسم تيشيرت مثلا، اطفالي مقاس 8، لما هاجي ادرجه واضيف قيمه التدريج للباترون ده، هيدرج تحت ال8 مقاس 6 و4 و2 3 مقاسات، وفوق ال8 كذا مقاس لحد ما يوصل ل 18. هي دي فايده كل الرول تيبل، المسار التدريجي او الجي بي اس اللي البرنامج هيفهم بيه انت عايز تكبر كام مقاس وتصغر تحت مقاس العينه كام مقاس، باختصار بسيط جدا. اهو هبص الاقي عندي بقى عندي كذا رول تيبل موجوده جوه الستورج اريا دي، كل الاعدادات بتاعتي اللي انا بحتاجها في الستورج اريا. تمام. طيب كده انا عملت الرول تيبل، وعملت النوتشات، وعملت اللي ليميت، وعملت الانوتيشن. هعمل لكم فيديو تاني ازاي الاعدادات دي اعملها مره واحده في الحياه، ازاي اعملها مره واحده في الحياه. تمام، بحيث ان انا مش كل عميل يجي لي هقعد اعمل له الانوتيشن، واقعد اعمل له اللي ليميت، واقعد اعمل له جدول الافراد، واعمل له الايه الرول تيبل ده. انا ممكن كمان اروح على اي ستورج اريا عندي او من الشغل اللي انا عامله للمصانع التانية اهو، واختار كذا رول تيبل اهو عشان يبقى عندي فرايتيز مثلا في رول تيبل اهو. كل دي رول تيبل انا عامل بيها شغل للعميل ده اهو، كوبي واحطها عندي في جيربر توجذر عادي جدا، ما عنديش مشكله خالص اهو. خدت منها كوبي واروح على الستورج اريا بتاعتي اهو، جيربر توجذر، واحط هنا كليك يمين واقول له بيست اهو. خلاص بقى عندي كم مهول من الرول تيبل. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هشرح لكم ازاي اعمل الاعدادات دي مره واحده في الحياه، مش كل عميل هيجي لي جديد هقعد اوجع قلبي وتمام واعمل كل الاعدادات دي. بالتوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.